محمد، لك ولكل مشاهدي برنامج صباح نيوز. كريم، الحديث اليوم سيكون حول قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اعتبر الاتحاد الجزائر منهزما في مباراته أمام نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف. فعلا محمد، قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي كان منتظرا جاء قبل ساعات قليلة من نصف نهائي كأس الجزائر الذي جمع اتحاد الجزائر امام شباب بلوزداد. الاتحاد الافريقي اعتبر فريق اتحاد الجزائر منهزما ب3 أهداف دون رد، واجبره على لعب مباراة العودة يوم الأحد المقبل بمدينة بركان. محمد، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يلتحق بنا هاتفيا الإعلامي الرياضي فؤاد إسماعيل من العاصمة القطرية الدوحة. صباح الخير فؤاد. صباح الخير كريم، لك ولكل متابعينا. طيب فؤاد، مثلك مثل كل متتبعي الشأن الرياضي، الاتحاد الافريقي اصدر قراراته بخصوص مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اولا، كيف استقبلت قرار الهيئة الكروية الافريقية؟ أعتقد أن كما قلت كريم، هذا الإعلان أو هذا القرار كان منتظرا وفق أجندة أتى بها الفريق المغربي. كان يعلم جيدا أنه سيتم توقيفه في المطار لانتزاع منه الأقمصة، وكان يدري جيدا أنه لن يدخل لمواجهة اتحاد العاصمة، وحتى هناك من أراد بعض اللاعبون الدخول لأرضية الملعب ثم نزع السترات للبقاء بدون أقمصة على أرضية الملعب في سيناريو درامي جديد من أجل تغليط الرأي العام على الأقل أقول الكروي على مستوى العالم. نهضة بركان كان يعلم جيدا أنه سيعود إلى بركان، إلى على الأقل إلى الأراضي المغربية دون لعب مباراة الذهاب، وكل شيء مخطط من طرف اتحاد إفريقي مختطف من رجل اسمه فوزي لقجع. نعلم جيدا من أين يستمد قوته هذا الرجل. هو الرئيس السابق لنهضة بركان، ومن حقه أن يدافع على مصالح فريق بلاده، لكن بطرق ملتوية. أعتقد أن الاتحاد الإفريقي أكثر من أي وقت مضى فهمنا ليلة أمس أنه مختطف كلية، ولا قرار للاتحاد الإفريقي، وإنما كل القرارات تصدر من مدينة الرباط ومراكش والمدن الأخرى التي يقضي فيها كل أعضاء الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الرجل سامسون الذي وقع على الوثيقة التي وصلت، أو خلينا نقول البيان الذي وصلنا أمس إلى الجزائر قبل خوض تلك المباراة النصف النهائية. الأعضاء يقضون كل وقتهم في مراكش وفي المدن المغربية، ويتم اتخاذ القرارات في المغرب، لا في الموقع أو مركز أو خلينا نقول مقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة. طيب فؤاد، لماذا حسب رأيك في كل مرة الاتحاد الإفريقي ينحاز للكولسة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنتخب أو الأندية المغربية؟ لماذا في كل مرة ينحاز للكولسة الاتحاد؟ والاتحاد الافريقي كريم مختطف منذ سنوات طويله، من عيسى حياته قبل ذلك، لكن الان اصبح الامر يعني واضحا وضوح الشمس، بتحيز واضح فاضح للكره المغربيه. الكل شاهد كيف تاهل هذا الفريق نهضه بركان الى المربع الذهبي بتخطيه المنتخب الفريق الليبي بطرق ملتوية. صحيح. اليوم المغرب تريد أن تلوي يد الجزائر من خلال هذا الموقف الحرج إن صح القول الذي يريدون أن يضعون فيه. أعتقد أنهم خسئوا، والجزائر أكبر من كل هذه اللاعب التي لن تجدي نفعا. أعتقد أن الميدان هو الفيصل. لا أقول بأن اتحاد العاصمة سيلعب مباراة العودة وسيفوز بأكثر من ثلاثية أو ينهزم أو يقصى، لأنها مجرد كرة القدم، لكن السيادة الوطنية والمواقف والثوابت أهم بكثير من جلد منفوخ.
طيب فؤاد، في المقابل الجزائر دائما مستهدفة، والأندية الجزائرية والمنتخب الجزائري شهدنا الظلم التحكيمي للمنتخب الجزائري في كأس أفريقيا الأخيرة. الأندية الجزائرية دائما ما تعاني قاريا وفي المنافسات الإفريقية، دائما الجزائر مستهدفة. لماذا حسب رأيك فؤاد؟ مستهدفة لأنه الأقجع استمد قوته من أطراف. لا نريد الدخول في الأمور السياسية بما أننا رياضيون ونتكلم فقط عن الرياضة. الكل يعلم كيف يستمد هذا الرجل قوته على مستوى الاتحاد الإفريقي بالضغط على جميع الأعضاء، بما في ذلك موتسيفي الذي أصبح دمية في يد الأقجع، العدو الأول للكرة الجزائرية وللجزائر بصفة عامة، من خلال تصريحاته الغير مسؤولة في كل مرة بدون أي سبب يتهجم على الجزائر، وله بغض شديد على الجزائر. أعتقد أن علينا رؤية الأمور كما هي، والموضوع قدما لتقوية أنفسنا. كريم، احنا ما علينا إلا أن نلوم أنفسنا، لأننا ضيعنا الكثير من الوقت. 3 رؤساء في عهدة واحدة على مستوى الاتحاد الإفريقي الجزائري لكرة القدم، وغبنا عن الهيئة الإفريقية لمدة سنوات طويلة. أعتقد أننا ندفع ثمن كل هذه السنوات التي ضيعناها بحثا عن، خليني اليوم نسمو الأشياء بمسمياتها، المصالح الضيقة على مستوى كرة القدم، سواء النوادي وحتى على مستوى الاتحاد الكروي الجزائري. صحيح فؤاد، لكن قوانين واضحة فؤاد في مثل هذا النوع من المباريات. لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الكاف، ميثاق اللجنة الأولمبية يمنع استخدام السياسة في الرياضة، لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم سمح لنادي نهضة بركان باستغلال السياسة في الرياضة. فكيف نفسر يعني ضم لأراضي متنازع عليها ودولة معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي الذي مقره أديس أبابا، يضم حدود بلد معترف به كما قلت من طرف الاتحاد الإفريقي الذي مقره أديس أبابا؟ يعني كيف تفسر هذا الأمر فؤاد؟ اليوم احنا أمام خليني نسميه باب مسدود كريم. الحين ستصدر القرارات من الاتحاد. خليني نعطيك الاحتمالات. فريق اتحاد العاصمة لا ينتقل إلى المغرب، لا يتنقل إلى المغرب ولا يشارك في هذه المباراة، أو حتى في تنقله إلى المغرب ثم العودة إلى محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا. أعتقد أن المنظومة الرياضية والمنظومة الكروية، كما قلت قبل قليل، لا أريد الدخول كثيرا في التفاصيل، لا يتم إنصاف بعض الأطراف الغير مرغوب فيها. وأعتقد أننا من بين الأطراف التي ندافع عن بعض المصالح التي لا تتماشى مع رؤى هذه المنظومة التي تتحكم في العالم حاليا. أريد أن أبقى في الرياضة كريم. لا أريد العودة إلى قصامة وإقصاء من كأس العالم، لكن الطريقة، خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. الطريقة التي تم التعامل معها أو مع القضية الجزائرية، خلينا نسميها قضية أو الموضوع الجزائري، أعتقد أن ناقوس الخطر بدأ من تلك الفترة، ونحن سندفع ثمن مستقبلا. لأنه اليوم السؤال غير مطروح بخصوص اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة يقسم مدة 3 سنوات. الموسم مقبل فريق شباب لوزداد يقابل فتح الرباطي مثلا، كيف سيكون الحال؟ سنرى نفس السيناريو. صحيح. هم جاهزون للضغط على الجزائر. علينا أن نتخذ القرار على مستوى الهيئات الدولية مرة واحدة، ويعني لازم الأمور تتضح ولا تبقى كما هي عليه، لأن أعتقد أننا سنصل إلى باب مسدود من الناحية القانونية وحتى من الناحية الرياضية، وسندفع ثمن سياسيا أيضا، ولو أننا أعتقد وأجزم أننا ربحنا القضية سياسيا من خلال عدم صحيح. السماح وعدم الرضوخ وعدم قبول صحيح. لهذا الفريق باللعب بقميص يحمل في طياته الكثير من المعاني بالنسبة لكرة الجزائر، بالنسبة للجزائر كبلد، وبالنسبة لهم هو أمر عادي أن يكون الخريطة نصف بلد أو ربع بلد أو بلد أو بلد ونصف أو بلدين، فهو نفس الشيء بالنسبة لهم. أعتقد أننا علينا الترفع وعلينا التفكير
أتكلم دائما في المجال الرياضي في كيفية العودة إلى حضن القارة الإفريقية، لأنه اليوم القارة الإفريقية كلها يتحكم فيها رجل. صحيح. يعني نتكلم ذلك بمرارة، رجل واحد وهو فوزي لقجع الذي يتحكم حتى في موتسيبي وحتى في أنفانتينو الذي لا يتهاون في التواجد بالمغرب في أول فرصة تتاح له. يعني أنا نحسب له أنفانتينو 3 زيارات في 6 شهور للمغرب، حوالي كل شهرين موجود بالمغرب. طيب. وزيد لك من أعطيني بلة كريم، يوم المباراة اتحاد العاصمة التي لم تلعب طبعا مع نهضة بركان بملعب 5 اشبيلية، في نفس التوقيت كان فوزي لقجع وأنفانتينو وموتسيبي موجودون بقاعة متعددة الرياضات بمولاي حسن بالرباط لحضور المباراة النهائية بين المغرب وأنغولا. تزامن ذلك قبل المباراة تقريبا بساعة. الثلاثي هذا شاهد كل ما حدث بملعب 5 اشبيلية على الشاشة بواحدة من القاعات من الغرف في قاعة سوية، وأعتقد أنه تم اتخاذ القرارات من طرف هذا الثلاثي بما في ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. طيب، ابقى معي فؤاد اسماعيل، نتابع تصريح كمال حسينة رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر عقب مباراة نصف النهائي أمام شباب بلوزداد حول هذه القضية، ثم نعود لمواصلة هذا النقاش. نروحوا ونشوفوا الماء كيفاش يعني في بركان هذا كيفاش فوالا. وبريا حنا رانا بيان سير هذه المقابله قال خسرناها، ما احنا ما خسرناش، درنا عندنا الدوسي يعني راه متحضر بالمحامي تاعنا اللي نروحوا للطاس تاع رازع. واش داروا الكاف بيان سير هذا ماهوش قانوني، حاجه ظاهره. كاين عندهم الناس راكم تعرفوهم اللي راهم تما يحكموا، ولكن نقول بكل صراحه احنا بربي ان شاء الله الماتش هذا ما يروح لناش ليه. إذن كان هذا تصريح رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد الجزائر كمال حسينة